بسم الله وعلى بركة الله. اليوم جبت لكم طريقة شوية مختلفة، بما أن احنا في عيد الأضحى المبارك، وبما أنه مازال كان عندنا طريفات اللحم في المجمد، تقدري أختي تجبديه وديري هذه الطريقة، راهي رائعة وسهلة وبنينة وخفيفة ما شاء الله. دايما لازم نحبوا نغيروا، ما لازمش دايما نتبعوا عاداتنا وتقاليدنا في أعيادنا، أن نقليو ونشوي ونديروا الطواجن ولا المعجنات. نحبوا نغيروا شويه. هاد الطريقه راهي ماهيش انا اللي اخترعتها ولا فكره من عندي، لكن شفتها في اليوتيوب عجبتني هذه الطريقه، حبيت نجربها، وبما اني درت عليها فيديو كونوا متاكدين 100% بلي راهي بنينه وتستاهل ايضا انكم تجربوها. انا درتها بالبطاطا المقليه، واللي حب يديرها بالروز تاني راح تجي هايله، واللي يضيف لها حبيبات حمص. دائما انا نقول لكم رانا نطرحوا الفكره وانتم ديروا واش يعجبكم واش ياكلوا العائله تاعكم. كما قلت لكم طريقه هايله وبنينه بزاف وتستاهل انكم تجربوها. بطبيعه الحال رافقتها بالطريقه تاع خبز، ودوك نقول لكم الطريقه تاع الخبز راهي هايله كما راكم تشوفوا. لاصوص ثقيله وبنينه. على الخبز هذا راهو ما يديش وقت بزاف، راهو تم يوجد. نبداو بالخبز. هو الاول عندي كيلو ونص دقيق، كيما راكم تشوفوا الدقيق هذا راهو رطب وما يعجنش. دائما انا نشكي من الدقيق تاع الطليان، راهو ما يعجبنيش، مش كيما نقولوا تاع بلادي، راهو يجي 10/10. عندي شويه تاع ملح، كاس زيت الزيتون، اللي ما عندوش بطبيعه الحال دير كاس، دير زيت النباتي، مغرفه ونص تاع ماكله من الكبار تاع خميره الخبز. وانا من النوع اللي ما يحطش السكر للخبز تاعو، وراح يجي احمر ويجي هايل بدون اضافه السكر. حتى الخميره راهي تطلع بلا سكر من بكري، والناس دير الكسره خميره ولا خبز الدار بدون ما يحطوا اضافه السكر. راهو لا علاقه انه يطلع لي الخميره ولا يحمر لي الخبز تاعي. انا نعارض السكر انه تحط في العجائن ولا في البيتزا. من بعد ما بلسسنا الخبز وبليناه بالماء بارد، راني حطيت ماء بارد، ما حطيتش الماء سخون، غطيته وخليته يطلع. عندي لهنا القطع تاع اللحم اللي راح نطيبهم، راني حطيتهم في الكيكوطه. للاسف الغال مع الظروف الصحيه تاعي ما تسمحليش اني نوقف مع الطنجره. هي احسن حاجه تحطيها في القدره وتنقصيها وتطيبيها في عقلها، لكن الله غالب كما يقولوها الظروف هي اللي تحكم. عندي كيلو بصله، ولهنا العنصر الاساسي هي البصله، راح تعطيه ذوق رائع. درت كيلو بصله مع طريفه اللحم اللي شفتوهم. درت لهنا تاني كيلو ونص طماطم رحيته، ولهنا يعني بكل صراحه انايا الصلصه راهي واجده عندي من قبل، ريحتها ومحطتها في القرعه تاع الزجاج ومحتفظه بهم خارج الثلاجه، ما نحطهم لا في المجمد لا في الثلاجه، راني حطيتهم عادي ما يفسدوش من العام لعام. ندير الصلصه ونخبيها كل ما نحتاج نجبد قرعه. وراني ندير فيديو من قبل، اللي حاب يتفرج الفيديو راني دايرته في الفيديو تاعي القدام، راهو فيه ساعه طريقه كيما يقولوا الثوم بودره، البصله بودره، ولا تصبير طماطم، ولا الصلصه. من بعد حطينا 2 مغارف كركم، شويه ملح وشويه فلفل كحل، بلا ما نساو الزيت. راني حطيت كميه تاع زيت لانه اللحم تاعي ما فيهش الشحمه، واللي يعود فيه الشحمه ما كان له نضيفوا الزيت. راهي الشحمه راهي كما يقولها تكفي وتوفي، يكفي من الدهون. اللي هنا حطيت معدنوس، كميه من المعدنوس راني قاصتها حطيتها في المجمد كي نحتاج راني نجبد. واللي عندها طازج ولا جديد راح تكون احسن واحسن. نحطوها على نار قليله حتى تغلي ونقفلوا عليها مده ساعه غير بغيه. بكل صراحه هذه بالنسبه للحم تاعي لانه خروف صغير، اللي يعود اللحم تاعو كبش كبير راح يدي طبعا وقت كثر من ساعه حتى ساعه ونص حتى ساعتين باش يطيب. لهنا الخبز تاعي من بعد ما طلع كما راكم شفتوه راهو طلع، حطيت كميه من السينوج ولا الحبه السوداء، كل واحد كيفاش يسميها، حنا نقولوا لها سينوج. نعجنهم شويه رغم انه كما قلت لكم الدقيق هذا راهو ما يعجنش. نزيدو نضيفوا كميه راهي ماء بارد، راهو ماهوش سخون، ونطلقوهم برك كما قلت لكم راهو ما يتعجنش. كما تشوفوا راهي العجينه تكون شويه جاريه. نديو البلا تاعنا تاع الكوشه ندهنوها بالزيت، ونحطوا العجينه تاعنا نقرصوها، ونزيدو نضيفوا لها شويه زيت سينوج، ونخليوها تطلع مده 10 دقائق حتى 15 دقيقه راهي سخانه، ونحطوها طيب. وهذه هي النتيجه تاع الخبز تاعنا كما راكم تشوفوا، راهو احمر بدون اضافه سكر.
اعطيه وقته في النار راح يجي احمر. اضافه السكر، انا بالنسبه لي السكر للحلويات ماشي للمعجنات، وكل واحد طريقته. كاين الوصفات يدخلوا فيهم كما البريوش، نقدروا هذاك كما يقولوا السكر. انا بالنسبه لي نضيفوه للمعجنات اللي نحتاجوها تكون حلوه، نديروه بالسكر فقط. لكن الخبز مع فيه السكر انا نعارض بكل صراحه. عمري فكرت اني نحط السكر في الخبز ولا في البيتزا، وهاي النتيجه كما تشوفوا فيها. راهو خبز طالع مقرمش من برا ومن الداخل طري هايل، وراه احمر كما تشوفوا. ما نحتاجش نضيف له السكر. لهنا البطاطا راهي اضافه قلت لكم، تحبي ديريها مع البطاطا مقليه. هذا الطبق تحبي ديريه مع الروز. انا المره هذه درته مع البطاطا مقليه، قصيتها خشينه، حمرتها شويه وحطيتها في الصحن تاعي. وكما راكم تشوفوا هذه هي لاصوص من بعد ما طلع زيتها. لهنا نعرفوا بلي راهي طايبه ولاصوص ثقيله وتجي هايله. كما راكم تشوفوا راهي بنينه، واللحم راهو طايب زبده. اعطيله وقته كما قلت لكم، كل وحده واللحم تاعها. كاين اللحم اللي راهو يكون كبير، وكاين اللي تاع خروف راه مش راح يدي نفس الوقت. انا لهنا دالي ساعه غير ربع، لانه كما قلت لكم راهو خروف صغير ماهوش كبش كبير، ما داليش الوقت بزاف في الطياب. لاصوص كما راكم تشوفوا فيها راهي ثقيله من الطماطم والبصله، راه جات لاصوص روعه، جات بنينه هايله. ولا هنا نصيحه الطماطم ثاني، ما ديروش الطماطم الحامضه، ديروا الطماطم الحلوه. كاينه الطماطم كما حنا نقولوا في الجزائر، هي كاينه الطماطم تاع النبات هذيك اللي تجي طويله، راهي هايله، تجي ملحمه وتجي حلوه. هذيك هي احسن طماطم انك ديري بها الصلصه. كما قلت لكم انا الصلصه تاعي راني نطيبها في داري، قليل ونشري دائما هكا في هذا الوقت في الصيف. هكا نشري طماطم، نغسلها ونقيها بطبيعه الحال، ونزيد لها البصله والثوم ونحطها تطيب. نقسمها على 3 اللي راح نديرها الاطباق تاعنا التقليديه اللي ما تحتاجش البازيليكو اللي هو الريحان ولا الزعيتره. انا نحطها واحد، نديرها غير بالبصله كما قلت لكم والثوم. وكاين اللي عندها راح نديرها البيتزا، راني نحط لها الريحان اللي هو البازيليكو والزعيتره. واللي راح نديرها للمكرونه ندير لها غير الزعيتره، عفوا البازيليكو برك. هذا واش ندير. كما راكم تشوفوا اللحم راهو طايب زبده ما شاء الله. دائما كما قلت لكم انا نحب خدمتي في داري، سواء ندير الثوم بودره ولا البصله بودره ولا طماطم بودره ثاني نفس الشيء. نرقد الفلفل على يدي، كل حاجه داك المعدنوس ثاني نفس الشيء. دائما واش نحطها نيبسها ونفضل كما الحوايج الخضراء كما النعناع ولا المعدنوس الزعيتره نحطهم. فضل يبسوا مع الحاله راهو سخون، ينشفوا فضل يجيو خضر هايلين. وهذه الطريقه دائما اللي نعتمدها باش ندير التوابل تاعي بيدي. ننظف كل حاجه على يدي ونشيحهم على يدي، نرحيهم ونحطهم على طريق اليد وقت ما نحتاج نجبد. كما راكم تشوفوا اللحم راهو طايب زبده. يعني صراحه عجبني هذا الطبق بزاف. نتمنى حتى نتوما تجربوا. الف تحيه وسلام لكل احبابي الى